بدأت معايا الجلسة وقالت لي انا مش عاوزة اتكلم في القديم. مش عاوزة تكلمي في القديم ليه؟ علشان القديم ده مؤلم بالنسبة لي وما بحبش افتكره. عارفين هنا بتبقى هي عاملة زي ايه؟ بيبقى بالظبط زي الشخص اللي هو وقع منه بواقي اكل وحط عليها مثلا، فرش عليها سجادة او فرش عليها اي حاجة وسابها كده زي ما هي، وبواقي الاكل دي مطلعه ريحة مش حلوة، عمال بقى يرش حاجات علشان تبقى المكان ريحته كويسة، عمال ينظف من فوق السجادة، عمال يعمل حاجات كتير. مفيش اي حاجة هتتحقق الا لو انت شلت السجادة دي ونظفت تحتها. نفس القصة الناس اللي عندها جروح عاطفية قديمة ومش عايزة تقرب منها، مش عايزة تيجي ناحيتها، حللي المشكلة بتاعت دلوقتي وخلاص. حل المشكلة بتاعت دلوقتي ماهوش صعب وماهوش مستحيل، بس القصة انها هتتكرر، القصة انها هتيجي تاني، القصة ان انت لو معالجتش القديم فانت مش هتعرف تبني جديد بنفس كفاءة الشخص اللي عالج القديم. فرجعت سألت تاني، يعني هو انتي لما تكلميني في القديم ونحكي فيه ده هيخليني انساه؟ هو انا مش شغلتي ابدا اني اخليكي تنسيه وما امتلكش القدرة دي الحقيقة. انا يهمني ان الشخص يفتكر الحاجة القديمة وهو في سلام معاها. يعني ايه؟ يعني في ذكريات كتير بتكون حصلت من سنين كتيرة جدا، ولما تفتكرها تحس كأنها حصلت دلوقتي، او على الاقل تطلع لك مشاعر معينة، المشاعر دي انت مش حابب تعيشها. ده معناه ان الحاجة دي لسه بالألم بتاعها متخزنة جواك. تمام؟ لسه الألم بتاعها والحزن بتاعها انت ما تعاملتش معاه بشكل سليم. انا يهمني انك تفتكرها وانت في سلام. فالناس اللي عندها حاجات قديمة، والناس اللي عندها جروح عاطفية قديمة، والناس اللي عندها مشاكل من الطفولة من المراهقة او مرت بأزمة معينة في حياتها ولسه لما بتفتكرها بيتعاد عليها الألم من الأول وجديد، الناس دي لازم تتعلم تتعامل مع المشكلات بتاعتها. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انت ممكن تجيب ورقة فاضية وتكتب كل الموقف ده وتسيب المشاعر تطلع. يعني لقيت نفسك بتحس بحزن، بتحس بألم، بتحس بانفعال، بتحس انك غضبان، عايز تتنرفز على اللي قدامك، عايز تقول كذا، اللي قدامك ده هو مش شخص موجود قدامك، هو شخص كان في الموقف، عاوز تتخيله وتكتب وتتكلم وتعبر عن نفسك، اعمل ده. عاوز تبكي، اعمل ده. اهم حاجة تبقى بتعمل ده من وعي التمكين مش من وعي الضحية. يعني ايه؟ يعني ما اقعدش اكتب واقعد اقول وعملوا فيا كذا وطعنوني وغدروني واقعد اقول بقى كلام كده يكون يعني ذو ثقل يعني وكلام كده. لا، اكتب من وعي التمكين، احكي اللي حصل. ما تقعدش تعيش نفسك دور الضحية وبعد كده تقول اصل انا لما بعيط بزعل اكتر. لا، انت بتعيط بتشفق على نفسك لانك بتعمل ده من مكان ضحية، لكن انت لما تعمل ده من وعي التمكين بيبقى نيتك انك بتفرغ المشاعر دي، او خلينا اقول بتحررها، بتحرر المشاعر السلبية دي، فده بيريحك. بعد ما تعمل كده وتحرر المشاعر دي كلها، ما تقعدش بقى تقرأ اللي انت كتبته وتقعد تزعل على نفسك وتشفق على حالك. لا، الورقة دي قوم قطعها، قوم احرقها، ارميها، خلاص على كده، ولو تحرقها يكون افضل. طيب بعدها شوف نفسك انت لما عملت ده، المشاعر اللي مأزماك دي انت فاكرها بنفس الدرجة؟ يعني لسه نفس التأثير ولا قلت شوية ولا انتهت خالص؟ في ناس الموضوع بيخلص عندهم من اول مرة، وناس لما بيفتكروا بيلاقوا نفسهم لا ده مثلا اتحسنت 50% مثلا. الكلام ده تجربه تاني يوم مش في نفس اليوم. فبحتاج ان انا اعيد التجربة من الاول واحرر مشاعر اكتر واكتر. طيب لو انا الموضوع صعب عليا او صدمة او حاجة مش قادرة افتكرها او خايف اعمل كده مع نفسي، لانك ممكن تلاقي مقاومة كبيرة اصلا انك تعمل كده، ساعتها تقدر تتواصل معانا، تتواصل معايا او تتواصل مع اي مختص هيساعدك انك تتجاوز الشيء ده. لكن فكرة اني افضل واقف مكاني عايزة احل المشكلة اللي موجودة دلوقتي لكن القديم ده انا مش عايزة اتكلم فيه، القديم ده هو الاساس بتاعك. زي ما يكون بيت لا قدر الله قايل للسقوط وانت عمال ترممه من فوق وتعمل له ديكورات جميله وتعمل له حاجات حلوه، طب وبعدين؟ بعد ما عملت الديكورات دي الاساس فين؟ تكون ظابط الاساس بتاعك بشكل افضل. ده هيساعدك اصلا انك تحل مشكلتك الحاليه، ممكن تحلها انت مع نفسك اصلا لان انت خلاص ظبطت الاساس بتاعك. لو عندك حاجات قديمة اسعى ان انت تتشافى منها، ولو عندك ذكريات قاسية تواصل معانا واحجز معانا الجلسة المجانية لبرنامج سلم العمر. ولو الفيديو ده لمس قلبك شاركه مع غيرك.